اعتقد ان كلنا عندنا الصحبة اللي اختياراتها كلها غلط. مشروبك وتعالي اسمعي. بصراحة لما قعدت مع نفسي كده وفكرت ليه دايما الشخص ده بيكون اختياراته كده كلها غلط، لقيت ان ليها اسباب كثيرة جدا. اولهم واهمهم البيئة اللي اتربى فيها. لو الشخص ده اتربى في بيئة او مع اهل في تجاهل كبير قوي من الاهل نقد، او اصلا الاهل مش مهتمين بيه ولا برعايته، فعقله بيتبرمج على ان ده طبيعي. فحتى لما بيقابل حد كويس ممكن يحس ان ايه ده، حاجة غريبة، يعني ازاي الشخص ده بيحبني مثلا، ازاي الشخص ده بيهتم بيا، طب ازاي الشخص ده ما بينتقدنيش، وهكذا بقى. فدايما هيحس ان في حاجة غلط، او ممكن يحس انه كتير عليه. والعكس بقى، الشخص ده زي ما احنا بنقول بقى ينجذب اكتر للناس او للاشخاص اللي بتعاملوا بجفا، بتعاملوا بتجاهل، ما بتديلهوش الحب والاهتمام الكفاية. فتلاقيه دايما بيحب وبيميل للاشخاص اللي من النوعية دي. زي ما قلت، ده بيكون ليه؟ ده بيكون عشان البيئة او التعامل اللي اتعامل بيه وهو صغير. تاني سبب بقى وهو الانبهار. وبصوا علشان نكون متفقين ان الاسباب في الموضوع ده كلها مربوطة ببعض. يعني اول سبب هتلاقوه مربوط بتاني سبب، هتلاقوه مربوط بتالت سبب، كلها مترابطة مع بعض. هتلاقي ان دايما لو انا مثلا شخصية اتعرضت زي ما قلت في السبب الاول، الاهمال والنقد الدايم والعدم الاهتمام، وما خدتش مشاعر كافية من اهلي، وخدتش حب ومشاعر كافية من اهلي وكل الكلام ده، هلاقي ان انا دايما بنبهر بالشخصيات من بره، بميل ليهم من بره وبحبهم لمجرد بس ان مثلا ايه، شكلهم حلو، معاهم فلوس، معاه عربية، والحاجات دي. فطبعا كل الحاجات دي بترجع لإيه؟ بترجع لان انا مش فاهمة يعني ايه علاقات صحية، ويعني ايه حب بجد فعلا، حب حقيقي. انت بقى من دول او صاحبتنا دي، اول لما تلاقي شخص معاه عربية، معاه فلوس، لابس لبس كويس، ريحته حلوة، تنبهر بيه وتقولك انا حسيت بشرارة كده. طب شرارة ايه يا بنتي؟ انت اتعاملتي معايا؟ لا. طب انتوا اتكلمتوا؟ لا. طب انتي عاشرتوا بعض؟ لا. طب امال ايه شرارة دي والانبهار ده جه منين؟ ما انتي شخص ما تعرفيهوش. طب ايه ده؟ ما طبيعي ساعتها بقى هتلاقي ان دايما اختياراتك كلها غلط، علشان انتي بتنبهري باللي قدامك من مظهره بس. ناس ممكن ما نحسش معاهم بالشرارة دي من اول مرة. يعني كتير مننا مثلا يكون في عداوات في الاول، اول انا احسه شخص بارد ورخم واتم كده، بس بمجرد ما تقعد وتعاشر وتتعامل معاه، لا، تفهم ان ده كان شخص كويس، وان انا كانت فكرتي عنه كانت غلط. ثالث حاجة بقى، هتلاقي البنت دي مثلا خطيبها، جوزها، ايا كان، بيعاملها باهمال، بيعاملها بجفا، دايما في مشاكل، دايما في قلة ثقة ما بينهم. رغم كل ده هتلاقيها بتحبه وبتموت فيه. اول لما يرجع يكلمها خلاص الدنيا بتبقى حلوه. طب ده ليه؟ لو افتكرنا اول سبب هنفهم. ما هي شايفة ان دي فعلا العلاقة الصحيحة. طب ما اهلها كانوا بيعملوا معاها كده، هل اهلها مش بيحبوها؟ عقلها طبعا بقى شغال، لا ده بيحبنا، ده بس عشان هو متعصب، لا عشان هو مضغوط، لا عشان هو مش عارفة ايه. دي ما اسمهاش علاقة ابدا، دي اسمها اذى نفسي وبدني للشخصيات بقى اللي مش عارفة يعني ايه شريك حياة اصلا، مش عارفة يعني ايه حب وجواز وعلاقات، مش عارفة كل ده. فدايما بتنجذب للحاجات السطحية، زي ما قلت الجمال، الشكل، المظهر، وهكذا، العربية، الفلوس. فبتنجذب للحاجات دي وسايبة بقى الصفات اللي هتعيش معانا طول العمر. طب انت حضرتك الشخص آه، اللي عنده عدم ثقة اللي قدامه ده هتعيشي معاه ازاي بعد كده بعد الجواز؟ الشخص اللي مسموح عنده عادي ان هو يمد ايده على واحدة بنت، او يبقى عنيف اصلا، ايا كان بقى العنف بقى ده ايه، يزعق، يشتم، يتخانق، يمد ايده زي ما قلت، ايا كان، ده هتعيشي معاه بعد الجواز ازاي؟ ولا فلوسه هتنسيكي؟
انت راضيه بكده يعني؟ ما هو لو انت راضيه كده يبقى انت عندك خلل، يعني انت مريضه نفسيا ومحتاجه تتعالجي. عشان انا فعلا بشوف بنات بس حاجات غريبه، كل ده عشان بس ايه؟ يبقى اهم حاجه الفلوس، اهم حاجه الفلوس والمظاهر وبس، وتجيب وتشتري اللي هي عايزاه. ما هو ده برضو يرجع لكذا سبب زي ما قلت. يا اما هي عينيها اصلا مش مليانه، شخصيه طماعه، يا اما هي طالعه من بيت يعني مش بيت كرم، يعني معلش، بيت ما شافش مثلا الخير، او اهلها كانوا بخلة مثلا، فعايزه تطلع بقى من البؤره دي، فتلجأ لاي واحد معاه فلوس وخلاص، ايا كان هو شخصيته عامله ازاي. صح ولا ايه؟ مش ده بيحصل؟ بتشوفوه ولا لا؟ فبالتالي بتاخدي واحد، اعتقد يعني العلاقات اللي زي دي ما بتكملش، بيوصل بيهم الطلاق وبتحصل مشاكل وقرف، يعني احنا في غنى عنه كلنا. دي برضو من الحاجات اللي بتخليكي تنجذبي للشخصيات الغلط. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى تفوقوا وتعرفوا قيمة نفسكم، وما تنجذبوش ولا تتخدعوا في اي شخص وخلاص، لمجرد بس ان انتوا كان ناقصكم حاجة في طفولتكم. اتمنى تفهموا ده وتكونوا واعيين زياده. واحنا فعلا اشخاص كده، ده مش عيب ابدا، العيب ان احنا نفضل مكملين على عيوبنا دي وما نفهمش نفسنا، وما نفهمش ان احنا ازاي نعالجها ونصلح من نفسنا علشان نكون اشخاص سويه نفسيا بجد، ما نأذيش الطرف التاني ولا احنا نتأذي من الطرف التاني. بس كده، اشوفكم على خير، السلام عليكم.